Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim ala dima al-karsulat muqammat bi awali mulan tusilala maulana Muhammadin Dil qadir azim bi qadati dhatil azim fi kulli lamhati wa nabasim adada mabyan sulatan daimatan bi damin azim Tanziman ya maulana ya Muhammad jadal ulukil azim Sallim alaihi wa ala alihi misla dhalika wajman baini wa bainuka majamata baina ruwa nafsi dhuhir batina يقدر ومنجو يا ربي الوالدات من جيل وجيب الدنيا والآخرة يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات ترفعنا بها على درجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القوام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها وجهي وترفع بها درجاتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم اللدني وتكرم بالسعادة والكرامة مع الذرية وتقدر بها مالي وأصحابي وأولادي وتلميذي وأتباعي وأضيافي وترزقني لهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت ويد إلى يوم تؤسر به الخلق وأجمل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من علمائك المكرمين المعظمين وتلهمنا بها علوم الدنيا بالهم الملائكة المقربين وترزقنا بها فهم النبيين وعبد المرسلين وتجيب بها دعوتنا بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة من المقربين وتسرنا بها بعبادك الصالحين في الدارين من المئة بركة دعينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى بيتنا جميع المسلمين وعلى الوسيم بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تسبح والكرامة وتسرنا بها بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وعلى بارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سجرة الأصل نورانية والعمد قبلة الرحمانية وأبدل الخليقة الإنسانية بأسر بصورة جسمانية ومعدن الأسر ربا وزائن العلوم الاستفيات صيب القبلة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيون ذات اللواء فأمين وإلي وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم ما خلقت ورزقت وأمت وجيت إلى يوم تبعث من أفين وسلم كثير والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا جابر يا حكيم يا قهار يا ودود يا سلام تفرد بجبروتك بحكمتك يا قهار تقدست عنيدنا أتي أمثالي يا ودود يا مطال لا إله إلا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا من عزيز جبار يا متكبر يا خالق يا بر يا مسير يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خبير يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا قوي يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسى يا مبدي يا معيد يا محيي يا ميت يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا واجد يا مجيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتهب يا عفو يا رب يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا غني يا مغني يا جامع يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبر
نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكثر أضيافنا وتلاميذنا وعملنا وأصحابنا وأتباعنا وأعواننا وسر قبرنا متبركا بسول عمل يوم القيامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا إماما من إمام أوليك العارفين وإماما من إمام أمر الله رسيخنا المخلصين المكرمين المعظمين وحبيبا طبيبا محبوبا مسبوعا في كل بك أجمعين اللهم بك اسمك العظيم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السبعة جميع الأنبياء والمرسلين وبكرمة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بركة جميع الصالحين والعلماء الآمين بركة شيخنا شيخ أحمد جوهري عمر بسروان يا الله يا الله يا الله بلغ جميع العالمين إلينا هذا واجعل فيه تأثير بليغون واجعل فيه تأثير بليغون واجعل فيه تأثير بليغون فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر لنا ولولينا مشايخنا خصوصا سيدنا الشيخ أحمد جوهري عمر بن شيخ محمد إسحاق عمر صاحب هذه الإجازة وارحم وجعل من المسرين بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وسرنا بزمرة ما السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة بفضلك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله منك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي بعدين سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك إيمانا يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم ما نصيب إلا ما كتبت علي ورضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا اسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وجميع الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه بالسيادة وسيدنا أبي عباس خضير باجابين مكان الإسلام الاستقامة وسيدنا الغوث الأعظم شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي حسن الشاذلي وسيدنا إمام الغزالي وسيدنا الشيخ أحمد جوهري عمر صاحب هذه الإجازة رضي الله عنه الكرامة وجميع أولئك وعلمائك رضي الله عنهم دوله الأمة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله 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 لا محمد صلى الله على 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 محمد على محمد صلى الله على محمد صلى الله على
محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير مولاي صل وسلم دائما أبدا لحبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الحسن الحسين الصديقي بن أبي صالح كدوسات ابن إمام عبد الله ابن إمام يحيى الزاهد ابن إمام محمد ابن إمام داود ابن إمام موسى ابن إمام عبد الله ابن إمام موسى جن ابن إمام عبد الله المهد ابن إمام حسن المثنى ابن أمين الإمام أمير المؤمنين سيدنا الحسن السبت من أسد الله غالب بحر بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمد زهر البدر من سيدنا محمد اسم رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما أمه رضي الله عنه فهي شريفة فاطمة بنت المجاهد بن محمد بن محمود بن طاهر بن عبد الله بن كمال الدين عيسى بن محمد جواد بن إمام علي رضا بن الإمام الموسى الكاظم بن إمام جعفر صديق بن إمام محمد الباقر ابن إمام زين العابدين سيد الشهداء سيدنا حسين بن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمثابة الزهراء بدر من سيدنا محمد سمى رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصرنا بحق رضوان عليه وأمدنا بالأسر الذي أودعت لي ولد رضي الله بجنة وهد متفرقة من ورث برستنا من رمضان سنة 70 و400 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
وظهرت عليه الخارق العادة في طفولته أنه يمتنع من الرضاعة بنهر رمضان عناية من الله ولما ترى رأس مساعد الجد والاجتهاد بتفسير جميع العلوم تبقها بأبي الوفاء لابن أكيل وأبي الكثب كالوثن محمد الجليل وأبي الحسين محمد بن كدي أبي يعلى وقرأ الأدب على أبي زكريا ابن علي التبريزي وخديمة طريقة عن العارف بالله أصحاب الخير حمد بن مسلم الدباس ولبس من ينقض أبي سعيد المباركة هرقة الشريفة الصوفية وتأدب بأدب الوفية ولم يزل ملهوظا بالعناد متمسكا بالكتاب والسنة وكان رجلا يقول لا يسلو لمجلس الحق تعالى إلى المطهر من زلزالات ولا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه للعلماء وسياسة الملك وحكمة الحكماء وإياكم أن تحبوا أحدا أو تكرهوا إلى بعد أرض أفعال الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم وكان رضي الله عنه يقول لما عرج بأبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج استقبل أروع أنبياء وأولئك مقاماتهم للهجرة فلما رقوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر المسجد روى دمر في البدلاء الاسود إليه لمسلم berkata فأشار الله إليه فأضاقت بمدية مركه فلما رب صلى الله عليه وسلم أيدها قدمي على ركبة الشلع الله تعالى فلما هدى ولدك من نسل حسن بن علي واسمه عبد القادر الفاتحة. لولا أني هتمت نبات بك لكان ولنا لها بعد بشر قوله توقع وأكثر الله تعالى عليه وقال لجدي صلى الله عليه وسلم يا بني تبارك رأيتني وجدني متي ثم تب لمن ركع رأى من ركع رأى من رأى من ركع إلى شبة وعشرين وجعلتك وجدي بنيا وعيرا وعدتك قدمي هدي على ركبتك وقدمك لك بجميع أولياء بيت فخر ولا بات ولا قنات نبات باندي ولنالني تهوى نبي بادي اللهم انشر ودارت على يد رضي الله عنه كرامة كثيرة ويستغوث به سر وجور في حياة وبعد وفاة ورسالة من جده صلى الله عليه وسلم ومر القوس يوم في ملا برا مسلما ونصريا يتجادلان فسأل الله القوس عن مجدله وقال المسلم يقول يا سيدنا عيسى عليه السلام أفضل من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأن قلوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل فقال القوس لنرسل بأي دليل تثبت فضيلة عيسى عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يوسف إن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى فقال قوس إني لست بنبينا بل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن أحييت ميتا أو تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يوسف نعم فقال قوس أرني قبر دارسا ممن ليعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرى قبر عتيق فقال قوس ليوسف عيسى عليه السلام بيك بكلام كان يؤد بالميت حينئذ فقال يوسف بجوابه كان يخاطبه بقولكم بإذن الله تعالى فقال قوس إن صاحب هذا القبر كان مغنيا في الدنيا إن أردت أن أحييه مغنيا فأنا مجيب فقال نعم فتوجه القوس إلى القبر وقال قم بإذن فصب سوق القبر وقام الميتا حي مغنيا فلما رأى الناس فيها هذه الكرامة وفل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسلم على يد القوس عظم رضي الله عنه ببركاته وأمدنا بأسره في الدنيا والآخرة آمين اللهم انصرنا فآت رضوان عليه
وكان رضي الله يلبس لباس العلماء ويلتذ إلى سوى لباس الرفيع ويركب فلدا وترفع يديه بين يدي الكرسي ويتكلم على كرسي عالم وكان في كلامه سرعة وجهر وإذا رأوا ذو القلب وسع وشاع وإذا رأيت فقد رأيت الناس كلهم وإذا مر على الجميع يوم الجمعة وقف الناس في الأسواق يسألون الله بهوائجهم وكان أولسيد وسبت حسن رضي الله عنه وثور رضي الله عنه جميع من الرفيد بكفتين مخيضتين مخطومتين وقالوا له كلنا ما في هذه كفة فنزل من الكرسي ووضع يده على يدهما وقال في هذه السبع وقال وأمر بالنواب درجة بفتحها ففتح فيها فإذا فيها سبع وقال فمسك بيده وقال له قم فقام يعض ثم وضع يده على الأخرى وقال في هذه السبع ولا عهد به وأمر بفتحها ففتح فإذا فيها سبع وقام يمشي فامسك بناسيه وقال له قم فعقد فتفوا عليه رفضي على يد رضي الله عنه اللهم انصرنا وكان رضي الله يوم وقتي وإلا لا يقبل هذه من الأمر والأرك والذولة وكان رضي الله كسر يمشي في حلوة وعروس أصحابه بجلس رضي الله عنه وجاءت امرأة إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بوالدها وقالت إلى ابنها تسأل تعلق بك فقبل الشيء وأمر بالمجاهدة وسلك بطريق السلف فرض يوما نخيل مسبر من أثر الجوع وشهر وراته يأكلهم ججا فدخلت الشفاية بين يدينا في ذم دجاجة مسلوقة فقال يا شيء يقوس تأكل دجاجة ويأكل بنيهم جسعير فوضع الشيء يتولى تلك الضم وقال لكم ببيت الله تعالى الذي يهدي الضم وهي رميم فقمت دجاجة فصهت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله شيخ عبد القادر ولي الله شيخ عبد القادر ولي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال لا شيء وإذا صرفنك هذا فلينقل ما شاء ومرت على مجلس رضي الله عنه دكتور طيران في يوم سديد فاسود فسوس العذير نبغلت يا سيار إخوتي رشاد لذات فوقته لوقت مقطوع راسي فنزل الكرسي وخذ فيها في يده لما رفض عليه وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطر سبية بإذن الله تعالى والناس يسيدون ذلك اللهم انصرنا فآت رضوان عليه وأمتنا بأسرار التي أتها لديه وكان رضي الله عنه فالبدان مرفوعا قامت يريد صدر يريد للحياة يدفي الأسمر لون مكرون الهاجبين مجب دامة دوسة جواري وسمة بي وقدر علي وعلم وفي رضي الله عنه وكان تدرك رضي الله عنه اتحاد القول والفي واتحاد النفس والقلب على القول والإكسل والتسليم وتكمل الكتاب والسنة في كل حضرة والهدي والمسير ونفس ورد وهل ونسبة مع الله جل وجل وكان لأبي قلب ولدك من مقود فابجه فابلو فجاء بلا شيخ عبد القادر رضي الله عنه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان رضي الله عنه شريعا من شيء الغشية كثير حيبة مجبرة دعوة الكريم الأخلاق طيب الأخراق عبد الناس عن الفحش وقربه من الحق صيد الوحش إذا تتكت محرم عز وجل لا يغضب نمشي وانتشر به غير به ولا يور شيئا ولو بحديث به وكان توفق بدداء وتأييد معاددا والعلم مهادبا والقرب محاديا والمحاضرة كنجا والمريبة هدماتا والخطاب مشيرا والخدوم مسافرا والأنس نديما والبدو الشيما والبدو سماتا والصدق رعية والفتح بدعة والمصنعة والذكر والجر وابر شميرة والمكاشف كدا والمشاد شبا وعدب الشريعة رتوسوس بالحقيقة شرائرة رضي الله عنه وكان يقول ما من مسلم يمر على باب مدرسة يوم يأتي لخبب عنه آدم يوم القيامة وكان مريده ومحببه رضي عنه هم سعداء بالدنيا والآخرة لا يموت أحد منها لا توبة صادقة ولا يخرج من الدنيا إلى ثبوت الإيمان والإسلام ولا يعيش إلى تمام نعمة ورضوان. اللهم انصرنا فعات رضوان عليه وامدنا بالأسرية عودتها لديه. وكان رضي عنه يقول وهو من باب تعلث بنعم لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث كل ولي على قدم نبي وأنا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى ودعت قدم المعادي الذي رفع قدم منه إلى يكون قدم من أقدام نبوة فعنا ولا سبيل إلا عيانه النبي. وكان رضي عنه يقول الإنس لهم الشيء والجن لهم الشيء والملائكة لهم الشيء وأنا شكول وجاءت ربي لتجون يدي على رأسي مريد ومحبي ولو انكشفت عورتهم بالمشرق وأنا في المغرب لا مددت يدي إليهم وأنا لكل معصم أقر من جميع أسباب أمري ومهبي اليوم القيامة أخذ بيدك المحيا وميتا فإن فرس مسلم وسبي منصور مشهور ورمح منشوب وكويس موتور ونبالي بابك والشهام صعيبة ليبدي مريد وكبير نوره مقدى أنا سلب الأخوال أنا بحر بلا سهيل أنت الوقت أنا بدأ قلبك المحفوظ أنا المحفوظ أنا المحفوظ يا صوام يا قوم يا على جبلكم يا على سوامكم أخدمتكم أقبلوا إلى أمي من الله يا رجال يا بطل يا بدل يا أطفال حلوا من إلي وخذوا عن البدل لا شيء لا سهل له يا عزيز أنت وعد بشمائل الأرض وأنت الكبير جبار المتكبر وأنا الحكير بكير دليل لا إله إلا أنت وأجت ربنا شهداء والأشقياء يردون علي ويقفون علي وإن نور في لهم مفوض مقيم أنا قيت ببجائه قديم أنا حجة عليكم يوم أرنا ابن صلى الله عليه وسلم ورسول تجو سنة تسلمون علي وتخبرني بما جرى بها وقد أسر وقد الأسبوع وقد يوم وكان رضي عنه يقول ومن استغاث بي في قربة كشفت عنه ومن أداني من شدة بسيئة عنه ومن توسل إلى الله بي بحاجة فرية جاته فإذا سألتم الله تعالى فاسألوا بي رضي الله عنه وفضائله رضي عنه كثيرا وأول أدهل من سمس ظاهرة وقاله أوفق ذلك سلمتي وكان تبته دامت أين بركاته في جمعة 11 من سهر رب السني سنة إذا وسيتنا وأمس مئة وأمر إذا ودسنا سنة مدوبنا بغدا كبر وظاهرنا يكسر ويظهر ويكسر من سيئات أنوانا فانا بأجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وحيث انتهى ما أردنا وما اهتممنا به وتمم قرآن وقصرنا ربنا رب العزيز العليم
ونتشبه بسيد المرسلين وبآل بيت الطاهرين ونتوب بسيد سلطان الأوج العارفين وبأهل بيت الأجر مرزوقين فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتشفع إليك يا الله بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأنفس هذا العالف الأكبر صاحب المناكب الأشهر والسير الأظهر وبسالكين على منهج الأنوار المغترفين من بحار علم الأظهر وفعيد معرف الأشهر أن تمدنا بطيب أنفس مدد من ثمر جروسهم يا أيتها الأول المقدسة يا خطب يا كتب يا إمام يا أوتاد يا أبدال يا ركوبا يا نجابا يا نقبا يا أهل القرى يا أهل أحلاك يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعذب يا لطيفا يا يسس الجميع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفضل يا أهل المعرج الأولى يا أهل الإمداد يا أهل البدل يا أهل الجد السد يا أحباب
ربنا